السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل في شرح مادة التفاضل، المادة اللي أنا بحبها جدا جدا. أنا أم عمر، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وورقة وقلم ويلا نبدأ. هنا بنكمل في درس النهايات اللي هو concept أو computation of limits. هناخد مسائل أكتر وهنبدأ إن احنا نشوف أكتر من المسائل ونحل أكتر. هنا كده ملخص للي احنا هنعمله، أكيد مش هتفهم دلوقتي غير بعد ما احنا نبدأ. يلا بينا افكرك احنا درسنا ايه. بدأنا ان احنا ندرس النهايات وعرفنا بنكتبها ازاي. بنكتب كده لم اكس تقول لرقم، وبنكتب هنا الدالة وبتساوي قيمة دي اللي مطلوبة منك انك تحسبها. واوقات كده تكون ان النهاية مش موجودة في النص، النهاية بتكون مش موجودة. طيب ممتاز. هنبدأ نشوف بعض كده القواعد. طبعا ده الكتاب اللي احنا بنشرح منه او المرجع بيكون شكله مش ألطف حاجة، فعشان كده انا عامله لك مذكرة تذاكر منها، هتكون اسهل في المذاكرة، وطبعا هنزلها لك. طيب هنا تعالى يلا بينا نشوف الدرس بيتكلم عن ايه. هنا اول حاجة بنتكلم لو انا عندي دالة، الدالة دي مالها؟ دالة ثابتة. دالة ثابتة خط مستقيم كده ماشي، بنقول عليه ان هو دالة ثابتة. بتكون شكلها ايه الدالة الثابتة؟ بتكون شكلها كده ان الاف اوف اكس بتساوي رقم، وليكن الرقم ده 5، ممكن تكون -2، ممكن تكون 0، ممكن تكون 3، ممكن -4، ممكن 5/2، whatever، اي رقم ممكن يحطهولي. بتترسم ازاي؟ خط مستقيم كده بيمر بالنقطة. خلاص. طيب دي لما اوجد لها النهاية، احنا هنا بنتكلم عن النهايات، انا عايزة اوجد لها ليميت. الليميت هتكون ايه؟ الليميت هتكون قيمة الرقم اللي عندي. مش فاهم؟ اعطينا مثال. لو انا قلت لك كده ليميت لإكس تقول لي 3 والدالة اسمها -4، بتساوي كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى هتكون بتساوي 3 ولا بتكون بتساوي -4؟ لا، بتساوي -4. قيمة الدالة هي دي الدالة، ما فيهاش اكس ولا فيها اي حاجة، اذا قيمة النهاية بتساوي -4. لو حط لي هنا 5، اذا قيمة الليميت بتساوي 5. بتساوي 5. لو حط لي هنا 3 هنحط هنا 3، لو حط لي هنا 0 هحط هنا 0. يبقى قيمة الليميت هي قيمة الدالة. طيب بعد كده اي حاجة بقى بعد كده عوض، اي حاجة يجيبها لك عوض. يعني مثلا لو قال لي ليميت لإكس تقول لي 2، وهنا مثلا جاب لي 3x. طيب دي هتكون بتساوي كام؟ ام عمر قالت عوض، صح؟ يعني شيل كل اكس واكتب مكانها كام؟ مكانها 2. 3x معناها 3 مضروبة في اكس. طب قيمة الاكس بتساوي كام؟ قيمة الاكس بتساوي 2. اذا 3 ضرب 2 بتساوي 6، هي دي قيمة الليميت اللي هي ال. طيب هنا لو انا عندي دالة خطية بالشكل ده، دالة خطية، خلاص فقيمتها انت هتعوض على طول. مثلا لو قال لي هنا ليميت اكس تقول لي 2، والاكس هنا بتساوي، وهنا الدالة اسمها 2، الدالة اسمها اكس، فقيمة الليميت بتساوي كام؟ هنا قال لي ام عمر قالت شيل الاكس واكتب مكانها 2، صح؟ يبقى هنشيل الاكس واكتب مكانها 2 بس. هي مضروبة في حاجة؟ لا. مطروح منها حاجة؟ لا. مقسوم عليها حاجة؟ لا. يبقى هي قيمة الليميت بتساوي كام؟ بتساوي 2. طيب يلا نشوف مسائل كده. هنا بيقول لي evaluate. اول مثال عندي بيقول لي evaluate يعني احسب limit الاكس تقول للاتنين 3x تربيع ناقص 5x زائد 4. ايه ده؟ دي دالة او كام دالة كده مجموعين اهو. عندي هنا طرح وبعدين دالة وبعدين عمل لي جمع وبعدين حط لي حاجة تانية، يبقى ده جمع. هنعمل ايه؟ ما تعملش حاجة غير انت تعوض. شيل كل اكس واكتب قيمتها. يعني هنا 3x تربيع، يعني 3، يبقى دي هتكون بتساوي 3x تربيع. قيمة الاكس بكام؟ الليمت رايحة لفين؟ الاكس رايحة ل2، يبقى 3 ضرب 2 تربيع ناقص 5x، يعني 5 مضروبة في x. قيمة الاكس بكام؟ بتساوي 2 زائد 4. ارمي الاربعة؟ لا طبعا، اوعى تنساها. طيب بعد كده هتبدأ تحسب، لان في الاختبار ممنوع استخدام الحاسبة. الحسابات بتمشي كالتالي. اول حاجة الاسس، وقبل الاسس لو انت عندك اقواس بتحل اللي داخل الاقواس الاول. اقواس اسس ضرب قسمة، بعدين اخر حاجة بحلها الجمع والطرح، عشان في ناس والله في الجامعة وبتتلخبط في الكلام ده. طيب 3 ضرب 2 تربيع، يبقى اول حاجة هنزل التلاتة. هل عندك اقواس؟ لا. يبقى هحسب الاسس. عندي اسس 2 تربيع بتساوي 4 ناقص 5 ضرب 2 بتساوي 10، يبقى بعد الاسس بحسب لو عندي ضرب او قسمة زائد 4. يلا بينا، هنا ظهر لي ضرب، يبقى دي اتحل الاول. 3 ضرب 4 تساوي 12 ناقص 10
زائد 4. حل بقى. 12 ناقص 10 بتساوي 2. 2 زائد 4 بتساوي كام؟ بتساوي 6. يبقى قيمة النهاية بتساوي 6. أول طريقة إن أنا ببدأ إن أنا أعوض. طيب يلا بينا. هنا بيقول لي evaluate limit x أس 3 x أس 3 ناقص 5 x زائد 4 على x تربيع ناقص 2. في ناس كده أول ما بتشوف بسط ومقام تقولي صفر على صفر. غلط، ممكن الدكتور يوقعك فيه. خلاص، ولكن الأول لازم تعوض. لو ظهرت لي صفر على صفر خلاص هروح أفكر إزاي هتخلص من الصفر على صفر. طيب يلا بينا. أول حاجة هشيل كل x واكتب مكانها كام؟ مكانها قيمة الإكس اللي تقول لي. هنا تقول لي كام؟ ل3. يعني هنا إكس أس 3 يعني 3 أس 3 ناقص 5 إكس يعني 5 مضروبة في الإكس اللي هي 3 زائد 4 هنزلها. إكس تربيع يعني إيه إكس تربيع؟ يعني 3 تربيع. هشيل كل إكس واكتب قيمتها ناقص 2. الحاجات البسيطة الصغيرة اللي أنا بقول عليها دي والله بتغلطوا فيها، وبتيجي الناس فاهمة كويس جدا، ولكن بتيجي في التعويض بتتلخبط ومش بتعرف تحل وتقولي أنا نقصت في الاختبار. طيب يلا بينا. 3 أس 3 قلنا أقواس أسس ضرب قسمة جمع طرح. عندي إيه؟ عندي أسس. أول حاجة أحسبها. 3 أس 3 بتساوي 27 ناقص 5 ضرب 3 بتساوي كام؟ بتساوي 15 زائد 4. هنزل للمقام. 3 تربيع تساوي 9 ناقص 2. احسب يلا. 27 زائد ناقص 15 زائد 4 بتساوي 16. وبعدين 9 ناقص 2 بتساوي 7. ايه ده؟ دي ما طلعتش صفر على صفر. عادي، ايه المشكلة يعني؟ خلاص، ممكن يكون عندي بسط ومقام وعند نقطة معينة في نهاية. يعني انا بحسب لك النهاية هنا. طب ما هنا اهو انا لما بمشي من ناحية اليمين وبمشي من جهة اليسار بتكون ليها قيمة. فعشان كده الدالة عند قيمة التلاتة ليها قيمة. ولكن لو حسبنا عند صفر هيكون ملهاش قيمة، ما تكون ملهاش نهاية، لأن الدالة مكملة كده لين الملا نهاية. أو ممكن تكون الملا نهاية بتكون بتساوي ما لا نهاية. قيمة النهاية بتكون بتساوي ما لا نهاية على حسب السؤال. طيب السؤالين اللي أنا حليتهم عشان محدش يقول لي انتي بتحلي فين، أهو سؤال رقم 3 وسؤال رقم 3.2 اهم السؤالين. طيب هنا بتكمن مشكلة بقى. قلنا ايه مشكلتنا؟ ان انا بيظهر لي لما اجي اعوض بتكون عندي صفر على صفر. طيب دي بنسميها ايه؟ بنسميها ثقب. تكون الدالة كده هتقع هنا. خلاص، ففي حاجة عاملة لي الصفر على صفر. قلنا بنتخلص منها ازاي؟ عن طريق حاجتين، يا اما التحليل اللي هو الفاكتورنج، او عن طريق ان انا باستخدام المرافق. امتى بستخدم المرافق؟ لو انا عندي جذر. طب لو ما عنديش جذر اكيد هستخدم التحليل. طيب ركز معايا كده عشان نشوف المثال ده. هو مثال 3.3 اهو عندك. بيقول لك evaluate limit x تربيع ناقص 1 على 1 ناقص x. ركز معايا. اول خطوة وبتتحاسب عليها في الاختبار ان انت تعوض، لازم تعوض. طيب يبقى انا هشيل كل x واكتب مكانها كام؟ 1. يبقى هنا x تربيع يعني 1 تربيع ناقص 1 على 1 ناقص x يعني 1 ناقص 1. تكون بتساوي 1 تربيع بتساوي 1. 1 ناقص 1 بتساوي 0. المقام البسط طلع لي بصفر. اوعى تستعجل، لازم تحسب المقام برضو. هنا 1 ناقص 1 برضو 0. اوبس، اول ما يظهر لي صفر على صفر لازم افكر ازاي هتخلص من الحاجة اللي عامله لي صفر على صفر. هل عندي جذر؟ لا، يبقى انا هفكر في التحليل. يلا بينا نحلل. طيب البسط يتحلل. ده اكس تربيع ناقص 1. فاكر؟ ارجع للمحاضرة اللي فاتت. اكس تربيع ناقص 1 ده اسمه فرق بين مربعين. بيتحل ازاي؟ لازم تكتب كده ليميت اكس تقول للواحد عشان انت لسه ما حلتش السؤال. بيتحل ازاي؟ بفتح قوسين. هنا عندي فرق، ركز اهو، فرق، يبقى هو فرق بين مربعين. الاكس تربيع بتساوي اكس ضرب اكس، والواحد بيساوي 1 ضرب 1. واحدة سالب وواحدة موجب، مش هتفرق انت حطيت السالب فين والموجب فين. المقام 1 ناقص اكس. طيب انا لازم اتخلص من حاجة منهم. طيب الاحظ ان البسط اكس ناقص 1 واكس زائد 1، والمقام 1 ناقص اكس. يا سلام لو اجيب الاكس في الاول. هيقول لك ماشي، هات لي الاكس في الاول ولكن اضربها في سالب. يبقى انا هضرب ده في سالب عشان اجيب الاكس في الاول، عشان تكون شبه اللي فوق، عشان الاكس في الاول تكون موجبه شبه اللي فوق، لان هنا الاكس سالبه. طيب اصبحت هنا ليميت لما اكس تقول للواحد، والبسط عندك اكس ناقص 1 واكس زائد 1، والمقام انا خدت ضربت هنا في سالب، صح؟ يبقى انا هجيب الاكس في الاول بالسالب هتتحول لموجب، والواحد ده موجب 1 هيتحول لسالب 1.
يبقى هنا كده كأني أخدت سالب عامل مشترك. الحمد لله اللي أنا كنت عايزه ظهر، اللي هو إيه؟ إكس ناقص واحد وإكس ناقص واحد تيكا 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 راحوا مع بعض، خلاص كنسلوا بعض، اتقسموا على بعض، راحوا مع بعض. أصبح هنا ليميت إكس تقول للواحد، مين الباقي؟ إكس زائد واحد. بس انتبه في سالب في المقام، اوعى تطيرها، حط السالب هنا. اخر خطوة ان انا هرجع اعوض مرة تانية، هشيل الاكس واكتب مكانها واحد. يبقى هنا عندي سالب، افتح القوس اكتب واحد زائد واحد، واحد زائد واحد بتساوي اتنين، وبره عندي سالب، اذا قيمة الليمت بتساوي كام؟ بتساوي سالب اتنين. طيب يلا بينا هنا بيقول لي evaluate limit. تعالى كده نشوف السؤال موجود فين. السؤال هنا موجود هنا اهو، خلاص عندي في جذر. احنا هنحل السؤال رقم 3.5 الاول، وبعدين هرجع احل السؤال 3.4. طيب عشان افكرك بيعني ايه الكونجيجيت، خلاص، وهبدأ ارجع تاني نحل السؤال اللي قبله. هنا السؤال بيقول لي evaluate limit لما x تقول للصفر، وهنا جذر x زائد 2 ناقص جذر 2 على x. اول حد هيقول لي بتساوي صفر على صفر، وانا هستخدم الكونجيجيت على طول او المرافق على طول. ما تستعجلش، لازم تعوض، خطوة التعويض لازم تحلها. طيب يبقى اول حاجة هشيل كل اكس واكتب مكانها صفر. اصبح هنا عندي جذر اكس زائد 2 ناقص جذر 2 على اكس، ولكن احنا قلنا هنا الاكس بكام؟ بتساوي صفر، يبقى انا هشيل كل اكس واكتب مكانها صفر، يبقى هنا صفر وصفر. طيب اصبح السؤال فوق صفر زائد جذر 2 بتساوي جذر 2 ناقص جذر 2 على صفر. اي حاجه ناقص نفسها بتساوي صفر. ظهرت لي صفر على صفر، لازم افكر ازاي هتخلص من العامل الصفري. هتخلص من العامل الصفري، هفكر اول حاجه في التحليل. مفيش تحليل، اول ما اشوف جذر، شفت جذر اضرب في المرافق، شفت جذر اضرب في المرافق، شفت جذر اضرب في المرافق. طيب فكريني بالمرافق عشان انا مش فاكره. اول حاجه انت عندك جذر اهو، خلاص، وفي النص عندي سالب او ممكن تكون موجب. وبعدين حاجة تانية، مش شرط هنا يكون جذر على فكرة، مش شرط، يعني ممكن تكون جذر 2 او ممكن تكون 2 عادي جدا. خلاص بعمل ايه؟ باخد ده كده، بكتب اول حاجة هنا ليميت، لان انا لسه ما حلتش السؤال. ليميت لما اكس تقول للزيرو، هنا عندي جذر اكس زائد 2 ناقص جذر 2، وهنا المقام اكس. هضرب في المرافق. ركز معايا بقى، المرافق ده بجيبه ازاي؟ شايف فين الجذر؟ الجذر هو ده، صح؟ اكتب الاول زي ما هو، اكس زائد 2 كتبتها زي ما هي. الاشاره اللي في النص اللي بين الجذر بعد ما خلصت الجذر، الاشاره اللي في النص دي بغيرها، بتتحول لموجب. جذر 2 نزلها زي ما هي، لو هنا 2 هنزلها 2، لو هنا 3 هنزلها 3، اي حاجه هنا بعد السالب بنزلها. طيب نفسه بالظبط، نفس اللي فوق ده اضرب فيه في المقام كمان، زائد جذر 2، محدش يغير لي الاشاره، بنفس الاشاره. طيب بفكه ازاي؟ ركز معايا بقى عشان تشوف بفكه ازاي. هنا ليميت لما اكس تقول للزيرو، اول حاجه بطير الجذر مع الجذر، خلاص اتبقى اكس زائد 2، خلاص بطير الجذر مع الجذر، وهنا سالب، دايما دايما الاشاره اللي في النص سالب. طيب وبعدين هنا جذر 2 وجذر 2 بطير الجذر. طيب المقام، انزل المقام. المقام هنا عندي اكس، الاكس دي مضروبه، خلي بالك انا هنا بضرب، تمام، مضروبه، يبقى انا هفتح قوس كده وهكتب اللي انا كتبته هنا، جذر اكس زائد 2 زائد جذر 2. بالراحه بقى عشان احنا كده ان شاء الله نكون اتخلصنا من العامل الصفري اللي هو عمل لي صفر على صفر. هتلاحظ هنا موجب 2 وهنا سالب 2 راحوا مع بعض بالسلامه. اتبقى ايه؟ اتبقى فوق اكس على اكس مضروبه في جذر اكس زائد 2 زائد جذر 2. هو ده اللي بقى. واوعى تنسى تكتب هنا ليميت لما اكس تقول للزيرو. هتلاحظ ايه؟ الحمد لله انا لقيت اهو الحاجه اللي عامله لي صفر على صفر، هي اللي هي الاكس على اكس. حد هيجي يقول لي والله بتسأل السؤال ده، انت طيرتي الاكس على اكس ليه حطيتي واحد؟ لان انا بقسم هنا ما تبقاش حاجه، صح؟ هتقول لي البسط طار، ولكن البسط طار هو طار بالقسمه، اي حاجه على نفسها بتساوي واحد، فعشان كده كتبت واحد. فبتساوي واحد على المقام عندي جذر اكس زائد 2 زائد جذر اكس، وهنا طبعا ليميت لما اكس تقول للزيرو. انت اتخلصت من العامل الصفري، الحاجه دي اللي هو ده الصفر على صفر، الاكس على اكس دي هي الصفر على صفر، اتخلصت منها. الخطوه الاخيره ان انت روح عوض، هتكون بتساوي واحد على جذر، هشيل كل اكس واكتب مكانها صفر، صفر زائد 2 زائد جذر 2. طيب يبقى بتساوي كام؟ واحد على جذر 2 زائد جذر 2، اي حاجه زائد نفسها بتساوي 2. خلاص يعني هنا
دي اعتبرها تفاحة، عشان في ناس بتتلخبط برضو هنا مش بتعرف تجمع لما يكون عندي جذرين. دي تفاحة زائد تفاحة، صح؟ جذر 2 زائد جذر 2، اعتبرها تقول لنفسك كده تفاحة زائد تفاحة بتساوي 2 من التفاحة، يعني 2 جذر 2. بس هي دي قيمة النهاية. يلا بينا نحل هنا السؤال اللي انا لسه قايله لك عليه، اللي هو 3.4، عشان ما حدش يقول لي انت سبتي سؤال. هنا evaluating the limit of an nth room of polynomial. قلت لك يعني انسى الكلام المكتوب ده خلاص. بيقول لي evaluate limit، اول ما اقول لي evaluate limit عمر قالت عوض. اول ما تشوف limit عوض. حط لي هنا تفاحه، عوض في التفاح. حط لي عفريت، عوض في العفريت. حط لي جذر، عوض في الجذر. حط لي بسط ومقام، عوض في البسط ومقام. اي حاجه يحطها لك روح اعوض فيها. يبقى اول خطوه هروح اعوض فيها، هشيل كل اكس واكتب كام؟ هكتب 2. يبقى هنا الجذر الخامس ل 3 اكس تربيع، هشيل الاكس واكتب مكانها 2 تربيع ناقص 2 اكس، يعني 2 مضروبه في الاكس بكام؟ بتساوي 2. طيب يلا حل بقى واحده واحده كده. يبقى هنا الجذر الخامس 3، قلنا اول حاجه بحلها لو كان عندي اسس، 2 تربيع بتساوي 4 ناقص 2 ضرب 2 بتساوي 4. يبقى هنا هتكون بتساوي الجذر الخامس 3 ضرب 4 تساوي 12 ناقص 4، يعني بتساوي الجذر التربيعي 12 ناقص 4 بتساوي 8. ولكن هنا مش جذر تربيعي، انتبه، ده الجذر الخامس، عشان في ناس بتنقص في السؤال في الاختبار بسبب كده. هي كاتبه الحمد لله جذر الخامس وتيجي تنسى الرقم 5 ده، فبتساوي جذر 8. هل ليها تبسيط اكتر من كده؟ لا، ملهاش تبسيط اكتر من كده، وهي دي قيمه النهايه. طيب كده خلصنا الجزء ده. هنبدأ هنا. المفروض الكتاب بادئ في جزء تاني اللي هو trigonometric limits and squeeze theorem، دي الجزء ده مش عليك. هنيجي هنا لسؤال مهم، سؤال جدا 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 مهم، وبيجي طبعا في الاختبار. هنا بيكون شكل الدالة مختلف شوية. هنا بيقول لي evaluate limit للدالة، وهنا الاكس تقول للصفر، ولكن الدالة مقسومة. دي بنسميها ايه؟ بنسميها piecewise functions. يعني ايه piecewise functions؟ يعني دالة مقسومة جزئين، جزء او شكل كده من جزء اليمين من على اليمين، وشكل تاني من على الشمال او من على اليسار. طيب دي ازاي بحسب لها الليميتس؟ اول حاجة الليميت بتتقسم لجزئين، ليميت من الجهة اليمنى وليميت من الجهة اليسرى. طيب يبقى انا هقسم كده ليميت، هوجد ليميت مرتين. اكس تقول، هو هنا كاتب لي ايه؟ كاتب لي اكس تقول للصفر، هكتبه مره من اليمين، وهحسب هنا ليميت لاكس تقول من الصفر من جهه اليسار، ولازم الاتنين يكونوا بيساوي بعض. طب لو مش بيساوي بعض يبقى انا هقول له ان النهايه غير موجوده. طيب يلا بينا. هنا الجزء عندي جزء بالشكل ده، وعندي جزء تاني. يا ترى اكتب ده فوق ولا ده اللي فوق، ولا اكتب ده تحت ولا ده اللي تحت؟ بالراحه. هنا انت حاطط ايه؟ انا حاطط هنا جهه اليمين موجب، صح؟ اليمين، يبقى اليمين اكبر، موجب اكبر. بدور على الجزء اللي فيه اكس اكبر من، فين الجزء اللي فيه اكس اكبر من؟ هو ده، اكس اكبر من الصفر. يبقى انا هكتب هنا سك اكس ناقص 4. طيب وهنا اكس تقول للصفر من جهة اليسار. اليسار، يسار يعني اصغر، يسار يعني اصغر، صح؟ يبقى انا هدور على الاكس الاصغر، هي دي الاكس الاصغر، فانا هاخد الدالة اكتبها هنا. مين الدالة اللي معاها اصغر؟ اللي هي اكس تربيع زائد 2 كوزين اكس زائد 1. انا عارفة في ناس هتيجي، الناس اللي هي دراستها بالعربي هيجي يقول لي ايه كوزين دي؟ مين الكوزين؟ الكوزين هي اللي كنا بندرسها كانت جتا، خلاص. والساين، الساين كانت هي الجا، والظا كانت هي التان. طبعا هتتعود على الكلام ده وهتنساه اصلا بالعربي، خلاص. انت هتتعود عليه طبعا بالانجليزي، ولكن عشان انت لسه اول سنه فتحس الدنيا مختلفه شويه. طيب كده الحمد لله انا عرفت وكتبتهم وخلاص، كتبتهم اهم. هعمل ايه؟ مفيش حاجه غير قدامك غير ان انت تعوض، صح؟ طيب يلا بينا. هشيل كل اكس واكتب كام؟ هشيل كل اكس واكتب صفر. يبقى هنا اصبحت سك اكس يعني سك صفر ناقص 4. هنا لازم تكون حافظ الدوال المثلثيه. سك صفر بتساوي صفر، سك صفر بتساوي صفر، صفر ناقص كام؟ ناقص 4 بتساوي كام؟ سك ناقص 4، سوري، سك صفر بتساوي 1، انا اسفه. سك صفر بتساوي 1، دي حفظ حفظ. سك صفر بتساوي 1، 1 ناقص 4 بتساوي كام؟ بتساوي -3. يبقى هي دي النهايه اليمنى. هروح اوجد النهايه اليسرى.
هنا اكس تربيع، هشيل كل اكس واكتب مكانها كام؟ صفر. يبقى هنا صفر تربيع، صفر تربيع طبعا بتساوي صفر، زائد 2 كوزين اكس، كوزين اكس بتساوي صفر. خلاص الاكس هنا بتساوي صفر، الاكس هي اللي بتساوي صفر، فانا هشيلها واكتب مكانها صفر، زائد 1. طيب طبعا الصفر ده خلاص راح، وهنا 2 كوزين صفر لازم تحفظها، كوزين صفر بتساوي 1، وسك صفر بتساوي 1. ليه؟ لأن دي مقلوب دي أصلا، يعني السك هي 1 على كوزين. طيب يلا بينا، يبقى هنا 2 ضرب 1 زائد 1، 2 ضرب 1 بتساوي 2، 2 زائد 1 بتساوي 3. طيب أصبحت النهاية اليسرى بتساوي سالب 3 والنهاية اليمنى بتساوي 3. هقول له كده بما إن التلاتة، أو هقول له بما إن الليمت لما إكس تقول للصفر من الجهة اليمنى لا تساوي ليمت لما إكس تقول للصفر من الجهة اليسرى، إذا ليمت لإكس تقول للصفر من غير يمنى ولا يسرى بقى doesn't exist، غير موجودة. DNE يعني doesn't exist. طبعا السؤال مهم، واكيد هجيلك واحد شبهه كده ان شاء الله في الاختبار. كده الحمد لله خلصنا الدرس، ولكن هنا انا حاطه لك كده اكسرسايز عشان تحلها بنفسك، انا جايباها من التمارين اللي هنا. يلا اختبر نفسك. هنا ليميت لما اكس تقول للزيرو، اكس تربيع ناقص 3 اكس زائد 1، هتعمل ايه؟ اكيد هعوض. هنا برضو روح عوض. هنا تان اكس تربيع يعني تان صفر تربيع عشان محدش يتلخبط بس. خلاص، وشوف الزيرو بتساوي كام، وبرضو نفس الكلام هنا. وطبعا اختبر نفسك وحل بنفسك.